وده الجزء التاني من لو ناوي تقدم في مدرسة التمريض لازم تعرف هتمتحن ايه قبل ما تروح. اغلب مدارس التمريض بتعمل اختبارات قبل ما تتقبل فيها. بعد تقديم الورق وحوارات الورق ده كله بتعمل ايه؟ بتعمل الاختبارات بتكون عبارة عن اول حاجة اختبار اللغة العربية. اختبار اللغة العربية بيكون عبارة عن قطعة إملاء. المستر بيمليك قطعة إملائية كده، وأكتر حاجة بيركزوا على الهمزات. فانت تاخد فيدباك كده على القطع الإملائية وتكتب كتير القطع الإملائية وتركز على الهمزات. ده بالنسبة لاختبار اللغة العربية. الاختبار التاني معانا هو اختبار اللغة الإنجليزية. اختبار اللغة الإنجليزية بيكون معانا ورقة وش وظهر، بيكون عبارة عن نموذج من الامتحانات بتاع تالتة إعدادي بالنسبة للترم التاني أكتر حاجة. بس أهم حاجة فيها إن احنا نركز على حفظ الكلمات، يكون معانا كلمات كتيرة عشان نعرف نحل الامتحان ونترجم الامتحان بسهولة. بس كده. بالنسبة بقى للاختبار الثالث هو اختبار الحاسب الآلي. اختبار الحاسب الآلي بتكون أكتر الأسئلة الشائعة فيه هو إن أنت إزاي تفتح الجهاز وتقفل الجهاز، بعد كده إزاي تعمل فولدر وإزاي تعمل ديليت للفولدر، إزاي تسمي الفولدر، تكتب مثلا الفولدر اللي أنت عملته مثلا تسميه باسمك، تسميه بأي اسم يعني وتفر أي حاجة، وإزاي تعمل ديليت للفولدر. هي مثلا وحدات الإدخال، هي وحدات الإخراج. معانا الكشف الطبي ده بيكون دكتور طالع من المستشفى بيقول لك مثلا عملت اي عمليه قبل كده، ومثلا بيقعدك على كرسي كده بعيد ويشوف مستوى نظرك قد ايه. نيجي لاختبار النفسيه الدكتور بتاع النفسيه بيسالك شويه اسئله، وبيكون معاه الاخصائي النفسي بيسالك شويه اسئله. الاسئله اللي بيسالوها لك بيركزوا على ردود فعلك. هل انت مش واثق في نفسك، خايف، مخضوض، متوتر، قلقان؟ اكتر سؤالين بيتكرروا كتير في كذا اختبار: لو انت قاعد في القسم بتاعك ومريض اتعصب واتنرفز مرة واحدة هتتعامل معاه ازاي؟ الاسلوب اللي هتتكلم بيه مع المريض، هل هتهديه وتشوف هو متضايق او زعلان من ايه ولا هتتعصب زيه؟ اخر اختبار معانا وهو كشف الهيئة ده بيكون عبارة عن لجنة متكونة من 5-6 دكاترة بيكونوا قاعدين بيسألوك شوية اسئلة. برضو اكتر سؤال برضو شائع يعني هو لو مريض متعصب ومتنرفز ازاي هتتعامل معاه، وبيسمعوا بقى كلامك. وفي سؤال تاني: انت ليه دخلت التمريض؟ ليه سبت مثلا المدرسة التانية وجيت تقدم تمريض؟ بيسمعوا ردك. بعد كده في ممكن كل دكتور منهم بيسألك سؤال، بعد كده ممكن الدكتور اللي بعده بيسألك مثلا، بيديك مثلا كده ورقة تكون موجودة فيها قطع